بسم الله الرحمن الرحيم. عبيد الله بن زياد ملعون على لسان المعصوم صلوات الله عليه. يقول الإمام في زيارة عاشوراء: اللهم لعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه. لذلك عبيد الله بن زياد ملعون على لسان أهل البيت صلوات الله عليهم. عبيد الله بن زياد عندما جاءوا برأس الإمام صلوات الله عليه خلوه قدامه، قام يضرب رأس الإمام بالخيزران، يضرب أسنان الإمام بالخيزران. لذلك هذا الشخص الذي قتل مسلم بن عقيل، الذي قتل هاني بن عروة، الذي قتل أصحاب الإمام الحسين، الذي قتل الإمام الحسين، الذي سجن ونكل بأنصار الإمام الحسين صلوات الله عليه. خلينا نشوف شلون انتهت قصة حياته، ومن هو الذي قتل عبيد الله بن زياد، وفي أي معركة قتل عبيد الله بن زياد، وشنو صار بعد قتل عبيد الله بن زياد. طبعا عبيد الله بن زياد قتل على يد البطل إبراهيم بن مالك الأشتر في معركة تسمى معركة الخازر، وكانت المعركة ليلا. فعبيد الله بن زياد واجه إبراهيم بن مالك الأشتر، وطبعا أنه الجيش وإبراهيم بن مالك الأشتر بالبداية ما كانوا يعرفون أن هذا الشخص هو عبيد الله بن زياد. بعدين لما نتواجه عبيد الله بن زياد مع إبراهيم بن مالك الأشتر، ضرب إبراهيم ضربة بحيث أنه طير إيديه وطير رجليه، طير إيديه وطير رجليه. بعدين لما كشفوا عنه، كشفوا قناعه، كشفوا عن الدرع، عن الخوذة اللي لابسها، تبين أن هذا الرجل هو قاتل الإمام الحسين، هو عبيد الله بن زياد. فالجيش احتز وقطع رأس عبيد الله بن زياد. فإبراهيم لما شاف أن هذا اللي قتله هو عبيد الله بن زياد قال: الحمد لله الذي أجرى قتله على يدي. هاي نعمة، هاي توفيق من رب العالمين أنه أنا قتلت عبيد الله بن زياد. لذلك بعد قتل عبيد الله بن زياد بعث إبراهيم بن مالك الأشتر رأس عبيد الله بن زياد ورؤوس الرؤساء من أهل الشام إلى المختار بن عبيد الثقفي. فالمختار كان يتغدى صابين لغدا. فلما شاف رأس عبيد الله بن زياد كمل غداء. بعد ما كمل غداء قام وداس على رأس عبيد الله بن زياد. فلما داس على رأس عبيد الله بن زياد شال هذا النعال وانطال الخادم، قال له: اغسل هذا النعال لأن هذا الرأس رأس نجس، رأس كافر. واحد الأشخاص يسمونه عمارة بن عمير، هذا يقول: أنا كنت بالمشهد. يقول لما جابوا رأس عبيد الله بن زياد ورؤوس أصحاب عبيد الله بن زياد وخلوهن بالمسجد بالرحبة، قال: صفوهن رأس عبيد الله بن زياد ورؤوس أصحاب عبيد الله بن زياد. فشفت مجموعة من الناس يصيحون: قد جاءت قد جاءت. فيقول: أنا استغربت، شنو قد جاءت قد جاءت؟ فيقول: تبين أنه حية تخللت ومرت من بين جميع الرؤوس ودخلت في أنف عبيد الله بن زياد. يقول: ظلت شوية، بعدين سمعت صوت يقول: قد خرجت قد خرجت. فشفت الحية أنها خرجت. يقول: سمعت هذه النداء 3 مرات. يقول: هذه الحية تدخل رأس عبيد الله بن زياد وتخرج لمدة 3 مرات. لذلك كانت هيك نهاية عبيد الله بن زياد قاتل الإمام الحسين. فاللهم لعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه.